بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم أحلى عيش كماك لسحور رمضان. هعمله معاكم بطريقة سهلة، بس يا ريت تتابعي الخطوات للآخر علشان هقولك على سر بسيط لارتفاع العيش. وعملت الكيلو النهاردة 42 رغيف. يا ريت لو أول مرة تشرفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. مبدئيا عجينة الكماك هي نفس عجينة القرص الفلاحي، بس بتختلف في خطوات بسيطة. في الأول هنجمع المكونات كلها مع بعض. نزلت بالسكر الأول 50 جرام، ونزلت عليهم ب 12 جرام خميرة فورية يعني معلقة وربع، ونزلت عليهم ب 400 جرام حليب دافي. والحليب لازم يكون دافي يعني ما يكونش سخن جامد او بارد. ونزلت ب150 جرام سمنة. وبعد كده انا هقلب بالمضرب لحد ما السكر يدوب، وكمان نتأكد ان الخميرة نشطة. يعني لو الخميرة ريحتها ظهرت وانت بتقلبي او عملت معاكي فقاعات يبقى كده الخميرة نشطة. بعد كده هننزل بالدقيق، والدقيق يكون نخلينه في الاول، ومع الدقيق ما ننساش رشة الملح علشان بتظبط معانا اي معجنات. وننزل في الاخر بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وفي اول العجين احنا هنقلب بالمعلقة، ولو لقينا فيه دقيق هننزل بقى بالحليب بس واحدة واحدة. انا عايزاكي بقى تمشي على نفس خطوات العجين، يعني عجيني العجينة في الاول يابسة وبعد كده طري فيها واحدة واحدة علشان بقى توصلي للقوام العجينة المظبوطة في الاخر. لو عجنتيها عجينة طرية هتغلبك جدا وانت بتعجنيها، ووقت الفرد هتلاقيها بتتلزق معاكي. يبقى نعجنها بقى عجينة يابسة ونطري فيها واحدة واحدة لحد ما نظبط العجينة معانا. يعني انا جبت كده حليب 200 جرام ونزلت واحدة واحدة، وهقولك في نهاية العجين هي العجينة اخدت معايا حليب قد ايه. الفرق بقى بين العيش الكماك والقرص الفلاحي هي العجين. يعني القرص الفلاحي ما بنلتهاش علشان العجينة ما يبقاش ليها عرق وتبقى صعبة في الفرد. اما عيش الكماك لازم نعجنه ونخلي العجينة ليها عرق، وكمان نخدم العجينة شوية. يعني في نهاية العجين نضغط على العجينة تبقى طرية بس ما فيهاش تلزيق جامد. كده تبقى العجينة كده في الوسط، يعني مش عجينة يابسة جامد ولا طرية جامد، يبقى عجينة في الوسط. اي معجنات بنعملها اهم حاجة هي خطوة العجين. يعني لو العجينة ظبطت بقية الخطوات كلها هتكون سهلة، بس في خطوة بقى في الفرد علشان العيش كله يرتفع هنعرفها مع بعض ان شاء الله. شايفين بقى شكل العجينة؟ العجينة ناعمة تحت ايدي، وفي نفس الوقت عجينة طرية بس ما فيهاش تلزيق جامد. هي كده بقى العجينة المظبوطة. اخدت معايا بقى حليب قد ايه؟ اخدت 600 جرام ناقص معلقتين كبار، بس على حسب نوع الدقيق اللي انت بتعجنيه. في دقيق بيبقى ليه عرق قوي فبيشرب سوائل اكتر، ونخلي بالنا بقى من الخطوات اللي زي كده. بعد ما بنخلص عجن على طول بنشتغل في العجينة، يعني مش بنسيبها ترتاح. هنسيبها بقى ترتاح مرة واحدة. بعد الفرد جبت الصواني اللي انا هقطع فيها العجينة ورشيتها دقيق في الاول علشان العجينة ما تلزقش معايا في الصينية. وبعد كده اهم حاجة واحنا بنكور العجينة نقفلها من تحت مظبوط علشان ساعة ما نيجي نسوي الرغيف ما يبقاش يفتح معانا واحنا بنسويه. بنعمل بقى القطع كلها قد بعضيها، يعني انا عملت كده القطعة قد الليمونة الوسط وعلى حسب ما انت عايزاها. يعني انا عملتها كده بالنظر، عملت الكيلو 42 رغيف. حجم الرغيف كان وسط. لو عايزاه انت بقى اكبر من كده او اصغر من كده دي يرجع لك انت في الاخر. يعني لو هتعمليه بالنظر ظبطي القطع قد بعضيها، ولو هتعمليه على الميزان اعمليه 50 جرام. انا عملته كده بالنظر والقطع كلها قد بعضيها ما شاء الله. بعد ما بنخلص الكمية كلها بنغطيها بالكيس علشان ما تعملش معايا طبقة ناشفة على وش العجين. وبعد كده هنبدأ على طول الفرد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني باللايك جميل منك. يلا بقى حط اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. وجينا بقى لأهم خطوة. أهم حاجة إن احنا نفرد الرغيف مظبوط. أنا جهزت الطبلية في الأول وفرشتها ملاية عجين من فوق الملاية كيس، عشان ما ينفعش عيش الكماك خالص نحطه على الملاية على طول علشان العجينة كلها سمنة. بنبدأ بقى نفرد أول رغيف. خدنا بقى أول قطعة احنا بدأنا بيها، بنرش بقى تحتيها شوية دقيق علشان ما تلزقش معانا في الصينية أو على الرخامة اللي احنا هنفرد عليها. ولو لقينا فيه تلزيق في الوش كده بنرش رشة بسيطة خالص. وبنفرد بقى الرغيف وبنخليه مدور، ونحاول على قد ما نقدر نخلي السمك واحد، يعني ما يكونش جنب في الرغيف رقيق وجنب يكون تخين
علشان ساعة ما نيجي نسوي الرغيف يرتفع كله مرة واحدة، ما يرتفعش بقى جنب وجنب لأ. وأهم حاجة كمان إن سمك الرغيف يكون كله واحد، يعني ما يكونش تخين قوي ولا رقيق قوي. لو رقيق هتلاقي بقى الرغيف بيستوي وما بيرتفعش، ولو تخين هيستوي زي القرصة بالظبط، يعني مش هيرتفع خالص. نحاول نخلي السمك واحد. انا هعمل بقى نص الكمية مدورة ونصها طويل، وعلى حسب ما انتي بتحبيه. لو عايزاه مدور هتعملي بقى الكمية كلها مدور، ولو عايزاه طويل هتعملي الكمية كلها طويل. بجد طريقته سهلة ومفيش اسهل من كده بصراحة. ما يتقارنش خالص بطعم القرص الفلاحي، اطعم من القرص الفلاحي بكتير. اهم حاجة بس نظبط العجينة. وكمان واحنا بنعجن كده لو حابين نضيف في العجينة معلقة قشطة، العيش هيطلع طعمه في منتهى الجمال. عجينة الكماك ما بيخشلهاش مية خالص، بتتعجن بالحليب، وكمان بتتعجن بالسمنة. اي نوع سمنة بتفضليه هتعجني بيه. لو حابة بقى تعجنيها بالسمنة البلدي العيش برضه هيطلع معاكي طعمه احلى. عجينة النهاردة ما بندخلش فيها زيت خالص، بس لو انت حابة تخلطي نص الكمية زيت والنص التاني سمنة عادي خالص. اهم حاجة بس تمشي على نفس خطوات العجين. ولو بتعمليه في الشتاء زي ما انا بعمله، ما تطوليش في وقت العجين علشان العجين ما يبردش معاكي والعيش في الاخر ينفض، وكمان يطول معاكي على ما يخمر. يعني نخلي الحليب دافي، وكمان نظبط الخميرة. كل الخطوات دي يا جماعة لازم نخلي بالنا منها علشان العيش يطلع معانا في الاخر مظبوط. وبعد بقى ما خلصت الكمية كلها، غطيتها برضو بالكيس، ومن فوق الكيس الملاية. يعني ما ينفعش خالص ان احنا نغطي كده بالملاية على طول، زي ما قلت لكم ان العجينة كلها سمنة. يعني من فوق كيس ومن تحت كيس. نسيبه بقى لما يخمر، ما نستعجلش عليه خالص ونقوم نسويه. يعني نسيبه كده لما نلاقي الرغيف حجمه زاد. شفته بقى بعد نص ساعة لقيته اختمر. لو لقيتيه بعد نص ساعة ما اختمرش، سيبيه ربع ساعة كمان علشان يخمر، علشان ساعة ما تيجي تسويه العيش بقى من فوق يبقى زي من تحت، يعني ما يكونش جنب رقيق قوي من فوق ومن تحت سمكه تخين. كده بيبقى العيش لسه ما اختمرش. لازم بقى تسيبيه يخمر حلو. شغلت بقى الفرن يسخن في الاول، واول ما سخن انا وطيت البلاطه وخليت الجنوب وسط، ودخلت بقى الصينيه اللي انا هسوي فيها تسخن. جربت في الاول 3 ترغفة، اللهم بارك لقيت سواهم بقى من فوق حلو، وكمان من تحت اللهم بارك. فتحت بقى رغيف لقيته بقى سمكه من فوق زي سمكه من تحت. كده بقى كملت بقية التسوية. شايفين التسوية اللهم بارك؟ بجد تحفة، بتتكلم عن نفسها. يعني تسوية من فوق ومن تحت اللهم بارك، حاجة كده تحفة. ريحته بقى ملت معايا المكان، ريحته بجد تحفة. يعني احنا بنبقى عاجنينه بالحليب، والحليب بقى بيبقى فيه خير، يعني بيخلي طعم العيش كده كأنك عاملاه بالسمنة البلدي. بجد ريحته تحفة. كمان العيش كله ارتفع. مفيش ولا رغيف ما ارتفعش معايا علشان العجينة كانت مظبوطة. انا عايزاكي بقى تظبطي خطوة العجين، ان شاء الله هتعملي العيش هيطلع معاكي مظبوط. وادي بقى العيش اللهم بارك تحفة، سمكه من فوق قد سمكه من تحت. بتمنى بجد ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك.